اسمع يا جوزاء، مايو 2026 مش جاي يطبطب على حد، جاي يحاسب الشاب، البنت، الراجل المتجوز، حتى الست الشقيانة. انت طول السنة اللي فاتت بتجري من شغلانة لشغلانة، من حوار لحوار، من فكرة لفكرة. مايو بيقولك كفاية جري، اقف وواجه. الشهر ده يا يطلعك 7 سما يا ينزلك 7 أرض، وانت اللي هتختار، سواء عندك 16 سنة أو 50 سنة. يا جوزاء انت مشكلتك واحدة، سواء كنت طالب أو موظف، أب أو أم، دماغك فندق 5 نجوم، كل ساعة نزيل جديد. مايو هيزود الزحمة للضعف. هتصحى مقرر حاجة، بالليل هتغيرها 3 مرات. هتبدأ في مشروع، هتزهق قبل ما تكمل أسبوع. الناس هتقول عليك مالكش كلمة، وده هيوجع أي حد فيكم. الوجع الحقيقي بتحس إنك لوحدك رغم كل الزحمة اللي حواليك. بتتكلم مع 20 واحد ومحدش فاهمك بجد، سواء في جامعتك أو شغلك أو بيتك. مايو هيعريك قدام نفسك، يا تثبت على حاجة واحدة وتكملها، يا هتفضل تلف في نفس الدايرة. مش هضحك عليك وأقولك فلوس جاية للكل. يا جوزاء فلوسك بتطير، سواء مصروفك، مرتبك، أو مصروف البيت. مايو في أزمتين للجميع. مصاريف مفاجأة هتظهر لك على نص الشهر، موبايل باظ، جهاز في البيت، دروس للعيال، فاتورة. هتتسوح لو مش عامل حسابك. فرصة دخل هتجيلك، بس عايزة تركيز واستمرارية. والجوزاء خلقه ضيق، سواء شاب أو كبير. التحذير للكل، بطل تستلف عشان تبان إنك تمام. بطل تشتري حاجات مش محتاجها عشان تهرب من الزهق. الخلاصة، مايو مش شهر الغنى، مايو اتعلم تمسك القرش. يا جوزاء انت شخص اجتماعي جدا، في المدرسة، الجامعة، الشغل، العيلة، ودي مصيبتك. مايو هيجيب لك ناس بوشين، زميل بيضحك في وشك ومن وراك بيقول ده ملوش لازمة، قريب بيقرب منك عشان مصلحة أو ياخد أخبارك، شريك حياتك أو خطيبك مش سالك. طب هتعرفهم إزاي؟ إحساسك هيقولك الشخص ده مش سالك. المرة دي صدق إحساسك. عاطفيا المرتبطين من برج الجوزاء، شريكك زهق من مودك اللي بيتغير دايما، يوم حب ويوم برود. مايو بيطلب منك ثبات، كلمة حلوة، موقف جدعنة، إحساس بالأمان. لو سبته وطمنته العلاقة هتقوى. أما لو فضلت متقلب البيت هيتوتر. أما لو أنت سنجل هتدخل في كذا حوار في نفس الوقت ومش هتكمل. بطل تضييع وقتك ووقت الناس. يا جوزاء انت مش وحش، انت بس بتدور على نفسك في عيون الناس ومش لاقيها. انت باين من بره شاطر وبتاع كلام، بس من جوه حاسس انك فاشل. بتبدأ 10 حاجات في نفس الوقت وما بتنهيش ولا واحدة. في الشغل والدراسة بيقولوا عليك ذكي بس مش ملتزم. أهلك شايفينك بتاع حوارات مش بتاع مسؤولية. مايو هيحطك في تحدي، يا تثبت نفسك في حاجة واحدة وتخلصها للآخر، يا هتفضل في نظر الكل بتاع كلام وبس. في فرصة حلوة محتاجة لسانك الحلو وعلاقاتك، لو لعبتها صح هتكسب، ولو اتكلمت كتير ونفذت قليل هتخسر. الخلاصة، بطل رغي واشتغل. يا جوزاء محدش يعرف انك ما بتعرفش تنام، دماغك بتشتغل 24 ساعة، تفكير، تحليل، سيناريوهات، خناقات وهمية. مايو هيزود الأرق عندك، هتنام 3 الفجر وتصحى تعبان. صدرك هيتكتم من كتر التفكير في الامتحانات، الشغل، العيال أو الديون. هتحس انك عايز تصرخ. السبب الحقيقي انت خايف تواجه نفسك، خايف تقعد لوحدك عشان هتسمع صوتك الحقيقي. الحل، فضفض، اتكلم مع نفسك في المراية، كلم ربنا، احكي للحيطة، طلع النار اللي في صدرك بأي طريقة. المهم ما تكتمهاش جواك. يا جوزاء انت جواك شخصيتين، واحدة عايزة تحب الناس وواحدة عايزة تولع في الكل. مايو هيخلي الشرير اللي جواك يطلع. هترد على الناس اللي حواليك ردود قاسية، هتقطع علاقتك بحد فجأة، هتقول أنا زهقت منكم كلكم. ده مش وحش، ده صحي. أنت كنت بتكتم كتير جواك، بس خلي بالك ما تخسرش حد بيحبك بجد. في مايو هتواجه نفسك وتقول أنا مين وعايز إيه. يا جوزاء، مايو 2026 بالنسبة لك ملخصه في كلمة واحدة:
ثبات. الثبات على المذاكرة، على الشغل، على البيت، حتى على الكلمة. اللي هيحصل لو ما ثبتش هتخلص مايو وانت خسران فلوس وناس واحترامك لنفسك. اما اللي هيحصل لو سبت حاجة واحدة بس، لو كملتها للآخر هتغير مسار السنة كلها. الناس هتبدأ تحترمك وتثق فيك بدل ما بيقولوا ده هوائي. ربنا مديك موهبة الكلام والذكاء، استخدمها صح. مايو بيقولك اختار سكة واحدة وعيش بيها 30 يوم بس وهتشوف السحر. عايزك دلوقتي بعد ما تقفل الفيديو تروح تبص لنفسك في المراية واسأل نفسك سؤالين بس: أنا راضي عني من جوايا بجد ولا عايش بمثل على نفسي وعلى الناس؟ نفسي أتغير بجد وأبدأ صفحة جديدة ولا مبسوط بالنسخة التعبانة دي مني؟ ما تكدبش على نفسك، المراية ما بتكدبش.